الا بقول لك ايه يا حاج؟ اتفضلي يا حاجة، قولي عايزة ايه؟ انا كنت عايزه يا اخويا 1000 جنيه. يا وليه يا مفترية 1000 جنيه ليه؟ ليه يا اخويا ان شاء الله؟ هو انا كنت هاخدهم ليا؟ ده بتوع عيالك وبتوع الدروس الخصوصيه يا راجل. 1000 جنيه مرة واحدة يا مفترية؟ ايوه يا اخويا، 500 جنيه للواد و500 جنيه للبيت. اللي يشوفك كده وانت بتحاسبني يقول ان انا بسرقك. ما انت لسه واخدة 1000 جنيه من 5 ايام، ضيعتيهم فين؟ دول كانوا بتاع دروس تانية يا راجل، يعني هما بياخدوا ماده واحده، يعني ما تفهم بقى. عليه العوض ومنه العوض. والله انا حاسس ان انا برمي فلوس على الارض. عيالك دول اصلا اغبياء. لسه امبارح كنت بسأل الواد 5 في 6 بكام، قعد يتهته وما عرفش يرد عليا. لا ما اسمحلكش تقول على عيالي انا اغبياء. انت في ايه يا وليه اتحولت كده ليه؟ ما تقولش على عيالي انهم اغبياء، ده كفايه بس ان انا امهم. خلاص يا حاجة، تعالي نعمل لهم اختبار ذكاء ونشوفهم اغبياء زي ما انا بقول ولا لا. ومال يا اخويا، نعمل لهم اختبار ذكاء لما نشوف اخرتها معاك ايه. استرها من عندك انت يا رب. ازيكم يا ولاد يا حبايبي؟ الحمد لله يا بابا. دلوقتي انا هعمل لكم اختبار ذكاء، موافقين؟ موافقين. ها يا حاجة اختبر. ايوه اختبر يا اخويا، ده انا واثقه فيهم زي ما انا واثقه فيك كده بالظبط. طيب نبدأ على بركة الله. السؤال لك انت ده سلطة، تقدر تقول لي مين اللي قتل كليبر؟ طبعا يا بابا، انت هتتهمني انا في الموضوع ده. انا يمكن عملت غلطات كتير في حياتي، لكن ان اقتل دي اللي عمرها ما هتحصل. عايزه اقول لك يا بابا، والله العظيم والله العظيم ان انا ما خرجت من البيت اليوم كله. طبعا يا بابا هيجي في دماغك دلوقتي ان انا كمان اللي قتلته، وانت عارف ان انا غلبانه ما بقدرش اقتل حتى فرخه. وانا كمان يا بابا عايزك تصدقني، مش انا اللي قتلته والله. انت سامعة اللي انا سامعه يا حاجة؟ الا بقول لك ايه يا حاج؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه يا اخويا بيني ما بينك كده. قول يا حاجة انا سامعك. هو انت متاكد يا اخويا ان اللي قتله واحد من عيالك؟ يا سواد الحلل. يا اخويا لو متاكد قول لي وانا اقررهم، ده انا امهم برضه. يا اختي، فوضت امري لله. قلبي. يا حاج قوم يا اخويا قوم، وكفاياك دلع. انا متاكده ان عيال عمري ما يعملوها ابدا، انا عيال متربيه كويس. ايوه يا ماما قوليله. قولي لي يا ماما، قولي له. هي الهبلة هتخلف ايه دكتور؟ افرحوا يا ولاد، كده ابوكم اقتنع، مش انتوا اللي عملتوها.